حمل المدرب مارك فيلمتس بشدة على وسائل الإعلام التي نشرت صورا أرشيفية لنجوم المنتخب البلجيكي لكرة القدم يلعبون ويلهون رغم حالة الحزن التي تعيشها البلاد. وتعرض المطار في بروكسل ومحطة للمترو لتفجيرات إرهابية أودت بحياة العشرات وأدت إلى نقل مباراة المنتخب الودية ضد البرتغال إلى أرض الأخير. بث لقطات من الأرشيف تظهر اللاعبين يلهون ويضحكون تجعلني أتساءل عن هدف بعض أجهزة الإعلام. التفجيرات التي حصلت آلمت كل اللاعبين، ولكن البعض جعلهم يظهرون وكأنهم في عطلة، وأنا أريد من أجهزة الإعلام هنا نشر الحقائق وليس الأكاذيب. كنت أريد اللعب هنا لأنني أرفض الخوف، ولكن السلطات قررت قبول دعوة البرتغال لخوض المباراة الثلاثاء في مدينة لير. لو أنني صاحب القرار لقلت لا، سألعب في بلجيكا.